كتير من الأهالي بيحتاروا في التعامل مع فرط الحركة وتشتت الانتباه عند ولادهم، ومش دايما بيبقوا عارفين الحل. في الحلقة دي معانا معالجة نفسية متخصصة هتشرح لنا ليه العلاج النفسي مش بس مفيد، لكن كمان ممكن يغير حياة الطفل والأهل للأفضل. هنتكلم عن دور الجلسات وإزاي بتساعد الطفل يفهم نفسه ويتطور، وإزاي كمان بتدي الأهل أدوات حقيقية للتعامل من غير توتر أو لوم. أهلا بيكي رولا معانا. أهلاً. عرفينا بنفسك. أنا رولا زغل، معالجة نفسية، متخصصة ب ADHD and trauma certified. أهلا أهلا بيكي يا بيكي. رولا، منورة. أهلا بيكي. احنا هنتكلم عن ال ADHD. في ناس ما بتحبش الأدوية علشان خاطر السايد افكتس بتاعتها. ممكن تكلمينا انتي عن المعالجة النفسية لل ADHD؟ ال ADHD لأنه هو مش مرض، فبدناش نستخدم كلمة معالجة نفسية، خلينا نحكي أكتر coaching، إرشاد وطريقة معالجة للتصرفات للسلوكيات. فالشخص اللي عنده ADHD بيقدر يستفيد من أدوات اللي بيقدر يعطيه إياها المعالج أو المرشد. آم، لأنه هو نوع من أنواع الأدمغة بتصرف بطرق معينة. آم، عنده مشاكل بالorganization تركيز. بالتركيز فهي بتخلي حياة الإنسان اللي عنده ADHD صعبة، والناس اللي بيتعاملوا معه برضه بتكون حياتهم صعبة لأنه في أشياء معينة بدها شغل أكتر. فالمرشد بيعطي للشخص اللي عنده ال ADHD أدوات يقدر يتعامل فيها مع الحياة، ينظم أموره، لأنه الدماغ بس عنده نقص في مجال تنظيم الحياة الorganization skills. لمّا بييجي لِك Yeah. الpatient أول مرّة سواء بقى طفل أو مراهق أو كده، بتبتدي تشتغلي على إيه الأول؟ يعني إيه الحاجات اللي أنتِ بتشتغلي عليها؟ يعني بتشتغلي على السلوك، بتشتغلي على مثلًا تنظيم المشاعر يعني إيه يعني العلاج بيمشي إزاي؟ هلأ it depends، يعني إذا الشخص إذا طفل اهم. بيختلف عن مراهق، بيختلف عن الadult. adults. yeah. ال الطفل بالعادة مش ما عندوش المشاكل النفسية اللي ممكن تيجي تأثّر عليه بسبب مدة طويلة من الحياة مع الADHD وأنت مش عارف إنه عندك ADHD. اهم. هذا كتير بيأثّر على نفسية الشخص. yes. يعني مثلًا ييجي adult وعمره 35 سنة، 40 سنة وهلأ لسه مكتشف إنه إجا عنده. عنده الdiagnosis. اهم. طَب هذا الشخص عاش 40 سنة من عمره تحت كلام أنت كسلان، إمم. أنت ما بتفكّر صح، إمم. نِفْسي أشوفك مركّز. إمم. هاي شغلة مسطول. بتأثّر على مسطول. مسطول يا. إمم. مفيش فايدة يعني أنا yeah هفضل كده بقى خلاص. exactly الconfidence تبع الشخص نَفْسه بيكون كتير عنده self esteem issues وكذا، فهاي شغلات مبطنة زي ما قُلتِ بتكون مخفية ما بنشوفها. yes. فإنه مجرّد إنه الشخص يعرف اهم. diagnosis. اهم. I've seen people يعني عندي بالهذا لمّا إنه يبكوا إنه آه. finally فهمت إيش مالي، أنا إمم. مش إنه أنا مالي إشي غلط. يا آه. حرام. yeah it's like اللي it's a حواليكِ moment بيحسسوكِ إن فيكِ حاجة غلط، وهو كانت مشكلة محتاجة attention. بالضبط. إمم. تخيّلي يعني إمم. الأساتذة مثلًا مدرسة، إمم. أنت مهمل، أنت كسلان، أنت إمم. ما بتجيب أغراضك على الصف، بتنسى الhomework، يبقى بتنسى آه. تأنيب أكتر. إمم. تأنيب، وبيكون الشخص he's doing his best. يعني this بيحاول. is my best. إمم. إمم. تخيّلي إمم. حدا يقول لك إنه you're not doing enough. إمم. إمم. It's أو painful. يحرجه وسط زمايله مثلًا، يقعد يقول له: "فين الكراسة yeah بتاعتك؟ أنت على طول بتيجي مثلًا من غير حاجتك، حاجتك yeah فين؟ ليه مش شاحن اللابتوب بتاعك ليه؟ yeah التليفون." صحيح، كل هاي الأشياء. yeah. حسب العمر وحسب الإشي اللي بيمُر فيه الشخص. اهم. فهي الأهداف تبعة الفرد. إمم. هلأ المراهق والطفل آآ باساعدهم نعطيهم الأدوات ليتنظموا. إمم. يعني مثلًا مراهق عنده امتحانات الhigh school آه. مش اهم. وما بده يستخدم الأدوية.
أوكي، في عندك كتير أدوات بدنا ن ن نستخدمها الcalendar using the calendar using see through boxes using المنبه، المنبه ماله المنبه؟ استخدمه الألارم yeah بيفرق كتير برضه. أوي. yeah yeah. فيعني معالجة التصرف في نقطتين اللي هي إمم، مثلًا ما بدك تعمل الأكشن إمم. وخلال الأكشن. عشان يصحى الصبح يروح المدرسة أو يروح الشغل أو ساعات الواحد بيبقى على فكرة يعني أنا حاسة إن إحنا هل في معظم الناس دلوقتي بقى عندهم ADHD؟ يعني هل آه، في جزء منا كده من كتر الstress بتاع آه، الشغل واللي ورانا يالّا، 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 يالّا نروح المدرسة، يالّا نروح التمرين، يالّا هننزل الشغل، تنسي والتليفون بيرن كل ثانية yeah ومسدجات الWhatsApp groups صحيح حاجة رهيبة. بس هو yeah كمان في الأطفال برضه علشان كده المدرسين دايمًا بيراعوا إن هم يدّوا reminders كتير أوي، ويدّوا more like detailed instructions علشان الولاد تبقى فاهمة، فده considered دلوقتي أكتر في المدارس كمان، يعني yeah بيعملوه حتى لو مش diagnosed إن هو ADHD دايمًا بيبقى في more reminders وmore بالضبط. detailed. هلأ على تعليقًا على هاي النقطة هو الADHD تحديدًا هو إشي بيصير it's a developmental onset بيصير بعمر صغير، أوكي، ما في حدا بيكبر وبيصير عنده ADHD على كبر، ما اسمهاش أوكي، ADHD أوكي. بيكون كلها يعني هي كلياتنا عندنا stress. الstress والanxiety آه. وحتى أعراض التراما يعني ما بعد التراما اهم، لمّا حدا بتمر بإشي بظروف صادمة، اهم. الكيميا تبعة الدماغ بتتغير آه. بيكِش، الدماغ أوكي. بيكِش مع واو! التعرُّض لصدمات كبيرة في الحياة، إمم، آمم تحديدًا الfrontal lobe الجزء اللي هو العقل الحكيم، اللي إمم، هو متخصص في الfunctioning تبع الحياة، اهم. لمّا بيتأثّر هذا الجزء من الدماغ بتصير ما بتركّز، بتصير دماغك أكتر ضبابي، إمم. وكمان إضافةً على ذلك اللي هي الأشياء بالحياة اللي بتلهينا. صح. يعني إحنا busy مش عم life. نكون mindful مش عم نعيش في اللحظة، إمم، اهم. يعني إحنا دايمًا بنفكر يا إما شو بدنا نعمل يا إما شو عملنا Yeah. most of the time we're not بننسى present نعيش. مش بننسى بننسى نعيش. نعيش. فالسوشيال ميديا والquick reels وهاي الfocus الattention span تبعة البني آدم صارت بس 30 ثانية لدقيقة، أيوه، قليل الناس اللي تقعد تحضر فيلم تخلصه كامل، صحيح. فهاي كلها بتأثّر صح. كمان، فهو not necessarily ADHD اهم، بأعراضه بتشبه الADHD اهم، إنه yeah طيب رولا في أعراض بتبقى أكتر فرط حركة وأعراض تانية بتبقى اهم، قلة تركيز، فهل إمم، ده بيختلف في العلاج النفسي؟ فرط الحركة حسب قديش بأثّر، يعني مثلًا إذا الأهل بدهم يجربوا الدوا، Yeah. أوكي، الدوا زي كإنّك أنت لابس نضارة لدماغك، إنه هو بس بيخلّيك تشوف الحياة أوضح تمام. وال تمام، أو يهدّي الحركة مرات. آآ هلأ أنا كأم أشوف ابني إنه بدي أعطيه الدوا، هل الside effects تبعة الدوا، اللي هي مثلًا إنه ممكن ينام قليل، يبطّل ينزل وزنه، يبطّل ياكل، إمم، مقابل إنه يصير يركّز أكتر على الواجبات اللي عم باعطيه إياها، على مسؤوليته، اهم. هل الزيادة يعني بدي أعمل بالانس. balance بين يس. إنه يا حسّن نقول مثلًا 10% أو 20% إمم، خفّت حركته وصار بيركّز أكتر على واجباته، إمم. بينتج أكتر، هل هال20% بيسووا قلة نومه تأثير ونقصان الوزن يا إمم، وهاي it's something هم the parent والشخص has to balance out إنه هل هاي بتعادل هاي. سألتيني عن بيختلف العلاج، هي اللي بيختلف هو الهدف تبع الclient لمّا بييجي، يعني أنت جاي إيش بدك؟ بدك أساعدك بدك حركتك تقل؟ إمم. أو قديش عايز الحركة تركز. مأثرة على حياتك؟ يعني إنه طب خلّيه ينط ويلعب ويركض إنه إيش مش دي شو ما متوفّرة فيهاش الحالة. بيأثّر؟ مشكلة. بس yeah دي ممكن تأثّر مثلًا إن هو مش عارف يقعد يذاكر، ما هو تركيز. عايز يقعد، فتلاقيه كل شوية يقوم، كل شوية يقوم. هلأ صح. فهلأ في أدوات تانية اللي هي بتساعد مع الأطفال اهم، تحديدًا،
نظام الtokens أو الهدايا تحفيز، تحفيز محفز. كتير بيشتغل، حتى أوكي. إحنا ككبار بيشتغل معانا آه، الفكر، آه. إنه أعمل هيك مش عايز بعطيك motivation. أيوه. في شغلات بسيطة كتير زي مثلًا مستوى إنه أنتِ تحطي لحالِك هدف إنه كل ما أعمل إشي بدي أحط مثلًا أروح drive thru. أيوه. ياه أو هو صندوق فهمني. أحط فيه points أو أحط فيه حتى أشياء تافهة زي إنه مثلًا بدي أعبّي كل ما باعمل إشي صح بدي أعبّي clips الpaper clips بجار وبدي أوكي. أشوفها لأن أنا هدفي إنه بدي أشوفها الجار مليان لأن لمّا أشوفه مليان رح أعرف إنه أنا أنجزت كتير فحاجة إنه أنا قدام عينيه إمم. قادر يشوفها طول اليوم، يmeasure قادر بيها الsuccess بتاعه. هلأ مثلًا إمم. talking إنه إذا خلّصت الواجب ب20 دقيقة رح آخدك ناكل آيس كريم، إذا اهم. خلّصته ب30 دقيقة اهم. you're still getting something nice بس بناخد مثلًا أصغر. آخدك lollipop. إذا خلّصت ب40 دقيقة I still مثلًا إذا ما قدرتش رح أساعدك، إمم. فهي بدل ما إنه أعطيه consequence يدّي له بدي motivation. أنزّل الexpectations motivations إمم. أحسن. yeah طب وأنا سمعت حاجة عن موضوع الfidget toys. هل دي آه، successful الموضوع ده؟ هاي بيقولوا بيستخدموه في بتساعد المدارس. yes مش أوي، بتشوفيه؟ يعني آه. على حسب الأطفال آه. الحقيقة، yeah. يعني في بيحبوها بيبقى تركيزه كله مع الfidget، آه. فat some point إحنا لمّا بنلاقي بقى إن الموضوع لأ، أنت مش معايا أصلًا، فخلّينا نحطها بياخدوها على منه. جنب وبعدين شوية تاني وبعدين ناخدها تاني، آه. مش دايمًا يعني ساعات بتساعد ولاد إن هم بيبقوا عايزين حاجة في إيديهم عشان يقدروا يعني يكنترولوا جسمهم ويفضل قاعد، وساعات تانية لأ، إحنا فقدنا التركيز مش مع مركّزين مع ده اللعبة. بالضبط، وعايزين بقى لأ، إحنا مركزين مع الfidget. صح إمم. yeah إمم. إمم. في كتير طلاب مثلًا بيحبوا يسمعوا موسيقى وهُم بيدرسوا، ياه! يعني الموضوع ده لازم يكون في بيستخدموه. لازم تكون مركّز على شغلتين، كأنه يعني جزء من الدماغ آه. مركّز على شي، آه. والجزء التاني على الmotor skills يعني أوكي. إنه مثلًا باكتب بس my brain is with the music اهم. لأنه هيك أنا باقدر أركّز أكتر، إمم. الأهالي بيستغربوا إنه كيف تعمل math وبتسمع موسيقى؟ إمم. إنه أنا ما باقدر أعمل math إلا إذا أنا باسمع باسمع موسيقى. موسيقى، ما رح أقدر أخلّص الواجب إلا إذا أنا باعمل أو مثلًا الTV إمم. in the background فخلّي الولاد نصيحتي إنه to find their own way إمم. إمم. just because it doesn't work for you مش معناته إنه it's not gonna work for your child. بالضبط. طب هل الطفل ده بيحس إن هو مختلف؟ وإزاي إحنا برضه كأهل أو teachers يقدروا يساعدوا الطفل دوّة إنه يco up؟ It's a sad thing إنه ممكن الطفل يحس حاله مختلف إنه ناقص، إنه في إشي أقل، إنه إشمعنى ولاد صفي كلهم بيقدروا مثلًا بيجيبوا أغراضهم على الصف إمم. وأنا دايمًا ناسي أقلامي مثلًا، إمم. أو أنا بانسى الhomework. I'm gonna take from like I speak from experience يعني أنا وأنا صغيرة أهلي كانوا يعني معلمي كانت دايمًا تقول لأمي اجتماعات إنه بنتِك الذكية المهملة، آه. لو إنها بس تركّز شوي إمم. يعني I know she can do much better That's إنه really important يا رولا إن أنتِ تشرحي لنا الحتّة دي، إن الADHD ما لوش علاقة بنسبة الذكاء. أبدًا ما إله، إمم. أبدًا، يعني هي بس للأسف إنه بدك تحط أكتر effort ومرات كتير أنا I've seen it with clients بيكونوا كتير hyper focused وهم صغار بالمدرسة، اهم. فما عندهم فرط حركة اهم. وعندهم hyper focus بالمدرسة إمم. بيجيبوا A's لإيه؟ لأنهم هم بس مركزين على المدرسة، أوكي. متى ما خلّص هالولد الhigh school يطلعوا الحالة وراح العملية على بقى. الجامعة صار بده يشتغل part time بده يدرس، بده ينظّم وقته، هو مضطر يدرس يضبّط وقته لأنه بالhigh school كان في حدا مرتّب له روتين، إمم. إمم. أمه إمم. مرتّبت له أغراضه وهي your laundry is done, your food is done، هلأ إمم. هو على المرحلة مسؤول عن نفسه في وما كل عمره حاجة. حدا كان شاكك بالموضوع ولا عمره حدا شايف وبلش إمم. to fail his classes أوكي. وبعدين إنه what's happening طب ما هذا كان A student إمم. إمم. كيف هيك فجأة بفوت الجامعة وهلأ he's failing إمم. فبتبين أكتر هون بهاي المحلات إمم. صحيح. يعني كمان الطالب الشاطر من هو صغير ممكن يكون عنده أصلًا ADHD ومش معروف، يبان لمّا يكبر. أنا I've seen it in many people هي الhyper focus وهو صغير بيضيّع.
معظم الparents بيلاقوا إن لو عندهم حد عنده ADHD في البيت، ده بيبقى نوع من أنواع يعني الstress عليهم أو العبء عليهم إن هم يتعاملوا مع حد مش عايز يسمع، مش عايز يfollow instructions، بيتحرك كتير فالparents بيجروا وراه، يعني yeah. في الآخر بنلاقي إن الparents دول يعني drained كده خلاص تعبوا. أنتِ إزاي بتساعدي الparents إن هم ي يعني يساعدوا ولادهم ويساعدوا نفسهم؟ لإن ده بيبقى نوع من أنواع الضغط عليهم. yeah. هلأ هي أول إشي أهم إشي إنه ما ناخدها personal، يعني هي لمّا يكون الولد خصوصًا إذا لسه مش diagnosed، اهم. ومرات في أهل حتى برضه بعد الdiagnosis they still take it personally إنه أنت بتعمل هيك لتقهرني. يا عيني. إنه ليه بس يا ستي؟ أو مثلًا في جملة كتير باسمعها إنه طَب ليه بيعمل فيّ أنت هيك؟ مش عم بتكرشني. يعمل مش عم بيعمل فيكِ، هي كتير مهم إن نعمل rewiring لدماغنا إحنا، هو مش عم يعمل فيّ هيك، هو he's struggling أو هي she's struggling، هم اهم. this is the best they can do. Yeah, yeah. فهي دايمًا إنه الأهل يحط إنه هادي مقدرته هلأ. في إشي تاني لمّا تكون مثلًا ظروف الحياة صعبة أو في الولد متوتر من أشياء تانية، إمم. الsymptoms تبعة الADHD goes through the roof، بيصير أكتر مش مركّز، بيصير أكتر ينسى، ممكن يمرق عليه أوقات ما تحسّي أبدًا، اهم. ويمرق أوقات إنه خلص إله يومين يعني إذا راسه مش محطوط على كتافه بينسى راسه بمحل تاني. اهم. في شغلة تانية مهمة، دكتور نويل بيحكي إنه الحدا اللي عنده ADHD لحد ما يصير عمره 25 ل28 سنة، يعني عقبال ما يكتمل الdevelopment تبع الدماغ تمامًا، بدِّك تشيلي 3 سنين من عمره. إمم. فأنتِ تخيّلي عم تتعاملي مع ولد عمره 8 سنين، 9 سنين diagnosed with ADHD، عندِك expectation منّه تبع ولد عمره 8 سنين، 9 سنين، يعني أنتِ إمم. مثلًا one of the expectations إنه ولد عمره 8 سنين يفوت على الحمام to remember to flush the toilet for example. إمم. لأ دي boys thing بقى معلش. لما بيبقوا كبار يعني يعني عندنا مشكلة الناس ما لهاش ما ليميت في علينا. السن. هلأ اهم. أنتِ مش عم تتعاملي مع ولد عمره 8 سنين، أنتِ تتعاملي مع ولد عمره 5 سنين، so هل في expectation من ولد عمره 5 سنين to every single time to remember to flush the toilet؟ يعني لازم ننزل بدنا بالاكسبكتيشنز ننزل شوية. إمم. بالexpectations، لمّا يتذكروا we have to نحكي لهم إشي منيح، إنه اشرح له أحسن برافو عليك لأ you نشجّعه. remembered نشجّعه، أوكي. لأنه يعني الطفل اللي عنده 8 سنين نexpect منه تصرفات واحد عنده 5 سنين مثلًا، which is حاجة hard، يعني تخيّلي ولد مثلًا نقول 15 إمم. أو بده إياكِ تتعاملي معه كإنه عمره 15 سنة، إمم. إمم. بس هو 12 يعني آه. الdevelopment الmental development تبعته تقريبًا إمم. 12 سنة، اهم. إنه الأداء إنه to focus on his بس thing. يreach 25 خلاص بتضبط والّا لأ؟ لأ برضه هي still؟ لأ هي ما بنقدرش بنبطّل نشيل 3 سنين، يعني إنه خلاص آه. 25 إنه I have to deal with آه. whatever is there. يعني خلاص. بدِّك تحطّي expectation للولد إنه أنا شو بدّي منّه إمم. يكون عنده إمم. لمّا يكون عمره 25 26 سنة، بدي إمم. إياه يروح على الدورم يقدر ما ينسى مفاتيحه، يتذكّر يسكّر الباب، يتذكّر إمم. يسكّر البوتاجاز مثلًا. اهم. وحاجات فبدنا safety يعني حاجات بدنا مهمة. نبني فيهم هاي الأشياء إنهم يكونوا مستقلين علشان ما أضلني عايشة وأنا حاملة ابني على ضهري بقية عمري صح. to take care of him. طب بمناسبة الأهل بقى آه. في أهل كتير أول ما بيعرفوا إن ابنهم يعني diagnosed إن هو عنده ADHD yeah. بيحسوا بالذنب وبيشوفوا إن هم قصروا في حاجة أو هم عملوا حاجة غلط هي اللي عملت عند الولد الموضوع ده. بتقدري بقى تتعاملي مع كمان الأهل في موقف زي كده؟ يعني هل في برضو إمم. ليهم يعني لازم يحضروا sessions ويتعلموا أو سوري مش يتعلموا يعني بتقدري تساعديهم إن هم يتخطوا الإحساس ده الguilt بالذنب أو إن هم السبب؟ yeah. يعني الشعور بشع هو إنك تحسي يعني guilty towards your kids، يعني اهم. أول إشي هم ما إلها إذا DNA. هلأ الADHD سببه بالعادة شغلتين، يا إما بالDNA بالعيلة موجود، اهم. يا إما ردة فعل
coping mechanism الطفل بيستخدمها بيطورها وهو صغير ليهرب من ظروف صعبة. فإذا الطفل كان مثلا بيتعرض للضرب وهو صغير، دماغه عشان يقدر يتحمل اللي عم بيصير معه أو شاف ظروف صعبة أو أحداث صادمة، صدمة حرب، أشياء مش مفروض إنه طفل يشوفها أو يعيشها، عشان الدماغ يحمي الإنسان بيعمل dissociation، يفصل نفسه. بيفصل نفسه. يمكن تشوف يعني مثلا ولد بينأذى أو ما فيش مشاعر، بيكون مثلا بيطلع بالسقف إنه بيعدد واو ولا شيء، هو عم ينضرب أو ينأذى بس مش هو مش مركز في اللي موجود. بيحصل معاه. فالدماغ بيفصل عن الحقيقة عن الواقع علشان يحميه إنه يقدر يتحمل هالمشاعر الصعبة. فهون هذا بيبلش بيعمل ال ADHD بالصغر. فالفرونتال لوب العقل المسؤول عن الفانكشنينج ما بيتخن، بضل نحيف، القشرة بتضلها نحيفة. ف فإذا أنت مأذي ولادك وحاسس بالذنب، حس بالذنب يعني، بس إنه ممكن يكون فعلا هو السبب، الأهل ممكن أنت تكون السبب، بس يعني إذا أنت عم بتعدل وهذا يعني عم بتكون أب أحسن، أم أحسن للولاد، زي كيف بنحكي فيها، لأنه يعني التربية صعبة. آخر حاجة عايزين نسألك فيها، إيه الميزات اللي عند الناس اللي عندها ADHD إحنا ما نعرفهاش أو الأهل ما يعرفوهاش، تبقى حاجة مش عند الناس التانية؟ بلش أنا هيك أنفخ في حالي. كلهم مميزات. شوفي بتلاقيهم شخصية ناس quirky, funny, clumsy, they make people laugh, impulsive, they wing life. إنه خلص يعني بدك على تعمل هيك سجيتهم. يلا، يلا نعمل هيك. they're fun. في psychiatrist مرة حكى لي إنه الدماغ تبع الشخص اللي عنده ADHD هي بقولها عقلية المحارب، لأنه بينتبه على تفاصيل دقيقة الإنسان اللي ما عنده ADHD not necessarily can see. بيقدر يقرأ very intuitive، بيقرأ body language وحساس للإنرجي تبعت الناس اللي حواليه. يعني مش بيبقى مركز قوي في الحوار، بس ممكن يركز مع البادي لانجوج بتاعت الشخص اللي بيكلمه. يفهم ليه مثلا فلان قاعد هيك، أو إنه something is about to happen. هدول الاثنين يمكن مثلا متحاربين، أو بيركز على أشياء أكتر تفاصيل. و they're great multitaskers يعني. في مرة أنا أياد كان عاملة عزومة وغلطت وأخذت ADHD pill الصبح. أنا متعودة لما بعمل عزومة أنا يعني ساعة ساعة ونص خلص كل كل شيء حاجة تمام، خلصت. كل شيء جاهزة، ماخذة راحتي دي ورواق. أنا بس أنا مش متعودة على على حالي هيك. آه. لما أنت متعود على حالك بإنه خلص your ADHD is working for you. إذا أنت Yes. حدا كبير diagnosed late in life 35 وفوق، أنت بتعرف كيف تتعامل مع حالك، خلص بنيت سيستم. يعني فمش مضطر تاخد دواء. إنه إذا أنت مرتاح مع حالك استخدم الأدوات، عبي الكالندر، حط ريمايندرز على التليفون. دايما أنا بحكي إذا الجيميل ما في عنده النوتيفيكيشن تبعت you forgot to put it doesn't seem like you added an attachment to the email. كان كل إيميلاتي بيطلعوا بدون attachment. فهذا هو نوع الأدوات اللي بدنا نستخدمها، إنه بس reminders. هي في أدوات كتيرة. see what works for you best و use it. ميرسي خالص. شكرا. ميرسي Thank you خالص يا so much يا رولا. رولا. We had so much fun معاكي my النهارده pleasure. شكرا كتير. ومعلومات كتير قيمة. Thank you. ميرسي خالص، نورتينا. في الآخر مهم نفتكر إن الطفل اللي عنده ADHD مش محتاج بس علاج، لكنه محتاج احتواء، فهم وصبر. العلاج النفسي مش رفاهية، ده أداة قوية تساعد الطفل يعيش حياته بشكل أريح، وتساعد الأهل كمان يبقوا سند حقيقي ليه. لو عندكم أي أسئلة أو تجارب حابين تشاركوها اكتبوها لنا في الكومنتات، واستنونا في حلقات جاية عن موضوعات تانية مهمة في تربية ولادنا وصحتهم النفسية.